المسيح عليه السلام اتسأل سؤال صعب جدا عن يوم القيامة، فالرد جه في إنجيل مرقس وإنجيل متى. سألوه يوم القيامة إمتى بالظبط، وإيه أحداث قبل يوم القيامة، وإمتى أنت هتيجي. إنما قبل ما نتكلم في الموضوع ده، اتكتب نص في إنجيل مرقس وإنجيل متى ما ينفعش ينسب للمسيح، لأنه اتكتب على لسان المسيح: الحق أقول لكم لا يزول هذا الجيل أبدا حتى تحدث هذه الأمور كلها. هو ده حصل؟ يعني ايه كاتب الانجيل سواء متى او مرقس كتب باعتقاده من غير وحي من عند الله ان الامور دي كلها هتحصل، ويوم القيامة هيحصل واحنا عايشين، الجيل ده عايش، ال70 ال50 ال100 سنة عايشين، وهيجي المسيح المجيء التاني واحنا برضو عايشين. فراح كاتب النص ده: لا يزول هذا الجيل الا حتى تحدث هذه الامور كلها. هل الامور دي حصلت؟ ده المسيح لغايه دلوقتي ما جاش، وعدى كام مئات السنين، كام الف سنه، مئات السنين عدت، مش جيل واحد بس، ده اجيال ماتت. فالكلام ده لا يصح ان ينسب للمسيح عليه السلام، ولا يصح ان ينسب لله ان هو وحي من عند الله. طيب نكمل. لما اتسأل المسيح عليه السلام قال جمله مشهوره: ان السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول ابدا. الكلام ده على لسان المسيح، لكن منسوب لله سبحانه وتعالى. يعني كلام الله سبحانه وتعالى ما ينفعش يتبدل. طب ما الكلام ده عندنا في القرآن ازاي؟ ربنا بيقول في سورة يونس الآية 64: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، ده تقرير قضاء وقدر من عند الله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان. يعني كل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هيتم، ما ينفعش يتبدل. المؤمن ليه الجنة وليه النعيم في الدنيا، الكافر ليه النار في الآخرة. ده تقرير وقضاء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، ما ينفعش يتبدل. طيب وما ينفعش كمان تبدل الشرائع، ده امر من الله ليك انت كملتزم ومؤمن بالشريعة، ما ينفعش. ولو ما بدلتش الشريعة ذلك هو الفوز العظيم، انما هتبدل ذلك هو الخسران المبين. يعني اتأمرت ان انت تصوم فتصوم، اتأمرت ان انت تصلي فتصلي، امرت بكذا لازم تعمله، نهيت عن كذا ما ينفعش تعمله. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لآيات الله، لا تبديل لشرع الله. طيب آخر حاجة ودي أهم حاجة، تالت حاجة، سألوه تحديدا: يا سيدنا المسيح، يا مولانا، أنت أعلم من في الأرض، قول لنا بقى الساعة إمتى؟ قال لهم: ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلمها لا الملائكة في السماء ولا الابن إلا الآب. سكتوا، لان هم فاهمين مدى علمك انت كرسول، ان انت علومك وقفت، علمك بالغيب وقف لغايه هنا. ربنا ما اطلعكش على كده، ربنا احتفظ بسر يوم القيامه او بوقت يوم القيامه عنده هو، ما ينفعش يقولوا لك انت، وما ينفعش لو انت تعرف تخبيه عننا، لان انت في الاخر رسول. التلاميذ فاهمين انه خاضع للاب، انه ما بيعملش غير مشيئه الاب، انه رسول من عند الاب، في اكتر من نص اتقال قبل كده. طيب ما عندنا برضو في القرآن في سورة الاعراف سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي. صدق الله العظيم. نفس الرد يا جماعة، علم الساعة يوم القيامة عند الله. أنا بشر والمسيح بشر ومحمد بشر، علمهم محدود. اللي بيعرف الرسالة اللي عنده يبلغها فلازم يبلغها، ما ينفعش يكتم علم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.